لسه طالع دلوقتي من فيلم ما اعتقدش ان في ناس كتير اتكلمت عليه او عارفه اصلا ان في فيلم اسمه سنو وايت موجود في السينمات. الفيلم يا جماعه بيقدم رساله محترمه. الفيلم بيقدم قضيه ما اتناقشتش قبل كده في السينما المصريه، ولو اتناقشت برضه عايز حد يقول لي، بس ما اعتقدش انها اتناقشت قبل كده. الفيلم بيتكلم عن ازاي احنا كمجتمع مش عايشين لوحدنا. ازاي في ناس حوالينا، سواء كان عندهم مثلا متحدين لإعاقة معينة أو عندهم مشكلة جينية سببت حاجة عندهم، زي مثلا إن هم أقزام أو إن هم قصار قامة زي ما اتقالت في الفيلم، لأن كلمة أقزام دي ممكن تضايقهم، هي اتقال إن هو قصار القامة. فالفيلم بجد أنا انبسطت منه جدا. يعني عندي بس شوية كومنتات كده، حاسس إن الفيلم كان ممكن يطلع منه أحسن من كده. كنا ممكن نناقش الرسالة بطريقة يعني مثلا اصعب من كده شويه، بس انا حسيت ان هو صناع العمل مش عايزين ان هو يخلوه فيلم كئيب او فيلم حزين. بس انا ممكن عشان انا بميل اكتر للدراما. عندي مثلا كومنت برضو على الموسيقى التصويريه، انما عامه كفيلم وكقصه وكاخراج وكحاجات كتير قوي، الفيلم بجد فيلم كويس جدا. واخيرا السينما المصريه انا حاسسها انها بتنضف. احنا دخلنا في اول السنه السيد رامبو، ودلوقتي عندنا فيلم سنو وايت. وبرضو حاسس ان فيلم سنو وايت كاسم الفيلم ده ظالم الفيلم شويه. يعني انا مثلا بقول لاصحابي تعالوا مع بعض نخش فيلم سنو وايت، فكروني ان انا بتكلم على فيلم سنو وايت بتاع ديزني. وخصوصا ان ديزني كمان السنه دي المفروض انها عامله فيلم لايف اكشن اسمه سنو وايت. فاعتقد ان انا عارف الاسقاط ان سنو وايت والاقزام السبعه وبتاع، بس كنا ممكن نلاقي حاجه غير كده، وكنا ممكن نلاقي اسم غير كده، وده لمصلحتكم تجاريا. الفيلم للاسف مش متسوق له كويس. الفيلم للاسف توزيعه مش احسن حاجه، برضو مش موجود في دور عرض كتير. تقييم الفيلم سنو وايت هو 7.5 من 10.